ماتشين سان داونز كفرصة أخيرة لتحسين النتائج، تحسين الأداء. لكن في النهاية الوقت بين الأهلي وبين كأس العالم للأندية ضاغط جدا، والناس في حيرة، جمهور الأهلي في حيرة. رأيك إيه أنت يا محمد؟ هل ده وقت مناسب لتغيير المدرب؟ مع ان احنا يعني كلنا معترفين انه الاداء الاهلي من اول يوم، من اول مباراة في الموسم، من ماتش الكاس السوبر الافريقي مع نادي الزمالك، وهو مش الاهلي بتاع السنة اللي فاتت. لو هتكلمني عن رأيي أنا كمحمد مم. شرقاوي، أنا شايف إن الوقت ضيق جدا، ما مم. تقدرش تغير دلوقتي، خاصة إن أنت داخل على بطولة كبيرة. مم. عندك خلاص ماتشات نهائية في دوري أبطال إفريقيا، الدوري بدأ يبقى على محافة اللي هو خلاص هوية اللي هو خلاص أنت مش ممكن بيراميدز ياخد الدوري. مم. فدي هتبقى مشكلة للنادي الأهلي، إن صحيح. النادي بيراميدز يحصل على الدوري من النادي الأهلي، فدي مشكلة كبيرة. شايف إن الوقت ضيق. الوقت المثالي اللي كان تغيير كولر كان في شهر 1 أو شهر 12، ولكن انت دلوقتي دخلت على مرحله خطيره جدا، الوقت بيضيق عليك. تغيير كولر دلوقتي هيبقى اكبر خطر. الاخفاق في ماتشات سان داونز، عدم الوصول للنهائي، ممكن يعجل برحيل كولر. بنسبه 90% لو الاهلي ما تخطاش الدور القادم للدوري ابطال افريقيا، انا شايف ان كولر خلاص كده بيقدم اوراق طيب في استقالته حالة يعني. انه في بديل، اكيد يعني اكيد النادي الاهلي هيعدي في مرحلة يعني انتقالية من مدرب لمدرب. هيجي مدرب مصري من الاسماء اللي احنا عارفينها اللي بتيجي تمشي الدنيا لحد ما يجي مدرب اجنبي، فده على الاقل مش هيبقى اقل من 10 ايام، اسبوعين. هيجي المدرب الاجنبي، عقبال ما اتعرف على الفرقة وعقبال يكون الموسم خلص وهوب رايحين داخلين في كأس العالم، احنا هيبقى قدامه شهر. هل ده يعني حتى لو مشي كولر بعد ماتش سان داونز، هل الشهر، شهر وشوية، ده وقت كافي لمدرب رايح يلعب كأس عالم؟ في حاله استمرار الكابتن سامي قمصان، انا م. شايف ان ده هيساعد المدرب الجديد بشكل كبير. م. الكابتن سامي قمصان دارس الفرقه كويس قوي، عارف اللعيبه بشكل جيد، مستوى الفني عايز اقول لك ان مركز جدا مع الفرقه، من المدربين الشاطرين. اتمنى ياخد فرصه بشكل كبير، لان هو عنده ما يمتلك من الخبره والتدريب والممارسه مع مدربين كتير اجانب. انا شايف ان هو لو خد فرصه خلال الفتره الجايه ومع وجود مدرب اجنبي جديد، انا شايف ان سهل تعرف الفرقه على المدرب الجديد، بجانب ان انت يعني ادي فرصه. ليه لا؟ ليه لا ما الكابتن اسامه ما ياخدش فرصه، انا خاصه انا ان مش الماتشات. بتكلم بشكل عام يا محمد، انا بتكلم في خلينا ظرف بس اتفق كأس عالم. انا فاهم ما يعني عنديش مشكله. يعني وليد ركراكي لما خد م. فرصته مع المغرب عمل ايه؟ م. فايه المشكله لما تدي فرصه لمدرب بيتطور وشاطر وقادر يثبت نفسه، وقدر لما تولى القياده الفنيه للنادي الاهلي امام فرق كبيره وثلاث اربع م. ماتشات ورا بعض قدر م. يقدم افضل مستوى فني؟ ليه لا؟ احنا مشكلتنا دايما ان انت بتفكر في ان انت المدرب الاجنبي هو اللي هينفع مع لعيبه النادي الاهلي. لا، غير المنتاليتي شويه واخرج بره الصندوق، وادي فرصه لواحد زي كابتن سامي قمصان. اديت فرصه للكابتن حسام البدري، قدم نتيجه كويسه وقدر يوصل بيها لفرق كويسه جدا بالقياده الفنيه. فايه المشكله لما تدي فرصه للكابتن سامي قمصان؟ انا مش بتحامل على الاداره ومش جاي في جانب الكابتن سامي قمصان، ولكن انا بقول لك واقع حصل. لما تولى القياده الفنيه ايه اللي عمله؟ اثبت ان هو مدرب شاطر. طيب فخلينا نتفق بس على حاجه، انت ما اديتلوش الفرصه الكامله عشان تقدر تحكم عليه. صعب قوي.